السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. هل بالفعل مكافحة الهجرة الغير شرعية او الاي سي اي كانوا موجودين في الاستادات اللي لها علاقة بكأس العالم للأندية علشان يمسكوا الناس اللي مش معاها ورق ولا لا؟ طيب، خلينا نكون واضحين يا جماعة اكتر ونخش في موضوع على طول بدل ما نطول عليك. ولكن ممكن تخش على اليوتيوب تتفرج على الفيديوهات اللي قبل دي، تستفيد جدا من حلقات لها علاقه بالسفر الى امريكا والاستقرار فيها ان شاء الله. الاي سي اي والفيديوهات اللي بتنزل في كل حته والبوستات اللي بتنزل من مواقع ناس وانفلونسرز كتيره وحاجات كتيره جدا، هل الحاجات دي موجوده بالفعل ولا لا؟ الحاجات دي ليس لها علاقه بالواقع. تقول لي يا جاكسون طب لحظه واحده، احنا شفنا فيديوهات كتير جدا على التيك توك واليوتيوب والفيسبوك وكل بلاتفورمز تقريبا ان الناس الغير شرعيين بيتمسكوا من المكاتب الهجره، وناس تتمسك في الشارع ومن مطاعم وحاجات كتير جدا. بصوا يا جماعه، دايما بقول ان ورا الحكايه حكايه، بمعنى ان في ناس مثلا داخله من مطارات معاها جرين كارد، الجرين كارد بتاعتها بتتسحب منها وهي تنزل فيديو ده جرين كارد سحبوه مني ومش عارف ايه، وانت للاسف بتبقى ما عندكش المعلومه الكامله، وهي اصلا ان ممكن يكون الشخص ده بقاله اكتر من سنه بره او معدي كسر 6 شهور بتاعه اللي ملزمين بيهم علشان جرين كارد ما يبص منهم. فدايما بيكون ورا الحكايه حكايه وانت اللي مش عارفها. الحاجه التانية الفيديوز الكتير اللي بتنزل لناس بتتمسك مثلا وهي في مطاعم، ناس بتتمسك من مكاتب. اولا انت ما بتبقاش عارف القصه برضو ايه. الناس اللي بتبقى شغاله بيبقى في ناس غالبا مبلغه عليها، وفي ناس بالفعل كانت مستغله الفتره ان الناس كلها بتقول ان الاي سي اي بيخش على الناس اللي مش معاها ورق عشان تبلغ على ناس اصلا قاعده جوه البلد هنا هم مش عايزينهم، مش حابب لهم الخير، فابتدوا يبلغوا عنهم كانهم قاعدين مهاجرين غير شرعيين. و الحاجات دي تنتشر ويقول لك الناس مشيت والناس بتتمسك والكلام ده كله، والكلام ده مش مظبوط بالمره خالص. لان حتى الناس اللي بتتمسك مش بتترحل. الناس اللي مجننه امريكا هي الناس اللي كسره الحدود ومعدياها، مش اللي كسر الفيزا وجاي عن طريق الطياره. لان الناس اللي معديه الحدود هي ناس ما يعرفوش عنهم اي حاجه كحكومه امريكيه، ولا يعرفوا هم دخلوا امتى ولا هم مين اصلا ولا اساميهم ايه، ولو لا قدر الله عملوا مشكله او سرقوا او نهبوا او عملوا اي حاجه مش هيعرفوا يجيبوهم. ولذلك المشكله دايما هنا بتبقى موجوده. ففكره ان هو بيمسكوا الناس دي، هو بيمسكوهم علشان يا يرحلوهم بالفعل، يا اما ان هم يعملوا لهم بصمه ويقدروا يعرفوهم بعد كده عشان الضرايب وعلشان يدفعوا ضرايب وعشان حاجات كتيره جدا. في حكايات كتيره جدا بتتم عن طريق الحدود، زي في ناس بتخش اصلا وبتسلم نفسها للحكومه الامريكيه وبتتسجن لمده 6 شهور، وبيتعمل لها الورق بتاعها عن طريق الحكومه الامريكيه بالجرين كارد والسوشيال سيكيورتي نمبر، وبيطلعوا بعد كده يشوفوا حياتهم عادي جدا. ففكره ان هو يخشوا من الحدود هي دي اللي مجنناهم. الفكره التانية ان ترامب اصلا بيشجع الناس انها تدرس جوه البلد وبانها تديها الجرين كارد. لو انت تسمع الكلام ده لاول مره ومش عارف انا بقول ايه، فلو سمحت ما تنتقدش واعرف اللي انا بقوله الاول، خش اعمل ريسيرش وبعد كده اتكلم معايا. عشان انا بقول الكلام ده يقول لك لا ازاي ده ترامب كان عايز يقلل مده الاو بي تي بتاعت الناس بعد ما بيخلصوا الدراسه علشان ان هو مش عايزهم يمشوا على طول من 3 سنين ولا من سنه ل4 شهور. يا جماعه اصلا الاو بي تي وهو بمعناه يعني انك تشتغل بعد ما تخلص الدراسه في المجال بتاعك اللي بعده ان شاء الله بتقدر تحصل على الجرين كارد عن طريق السبونسر شيب الاتش 1 بي. الحاجات دي كلها بالعكس ده هو بيسهلها. كان الاول فكره انك تحصل على الاتش 1 بي بعد الدراسه كانت ارخم شويه عن زمان. دلوقتي لا، ده هو كمان بقى حابب ان هو الناس تيجي وتعملها عشان تحصل على الجرين كارد وتقدر انها تقعد جوه البلد. ففكره البلد بترحل ناس والاي سي اي هيقفوا على الاستادات وبيمسكوا الناس من المطاعم ويمسكوا الناس الحاجات دي، الكلام ده يا جماعه مش مظبوط، مش موجود. دايما ورا الحكايه حكايه، الله يكرمك. ولازم تبقى فاهم كويس جدا ان كل ما هو يتم الان هو شو اعلامي باحت. للاسف بيفولو الترند، وللاسف بيفولو ان الناس كتيره جدا لسه لحد النهارده بتحاول تطلع وبتحاول تظهر وبتحاول تدخل على المجال، فبتدور على اي حاجه علشان تقدر ان هي الناس تتفرج عليها. ف اللهم بلغت اللهم فاشهد. مبدئيا حاول تعمل السيرش بتاعك كويس جدا. في حاجه اسمها شات جي بي تي دلوقتي تقدر تعرف منه كل حاجه، قرارات موثوق منها. ايا كان المعلومه اللي هتطلع تقدر تتاكد منها دلوقتي بطريقه اسهل بكتير عن زمان. وفكره ان حد يقول حاجه غلط وهي اللي تنتشر المفروض ما تبقاش موجوده دلوقتي. فالله يكرمكم يا شباب ويا
اخواتي في الله، اتاكد من المعلومه الاول. فكره ICE الناس كلها راحت الاستادات، الناس كلها راحت الماتشات اتفرجت عليها. اسال اي حد، قول له انت شفت اي حد ليه علاقه بالICE، ولا حد بيسال على حد معاه ورق، ولا الكلام ده يا جماعه مش مظبوط خالص. فالله يكرمكم ما تندرجوش مع كل ما هو يعني خطأ. مش عايز اقول كلمه تانية عشان ما يبقاش علينا ضرر يعني. بس يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكون المعلومه وصلت. ولو في حاجه انت مش متاكد منها وحاسس ان انا بقول على الكلام ده غلط، فلو سمحت اعمل السيرش بتاعك قبل ما تكلمني. كان معكم احمد او جاكسون، وكان في كده في موضوع سفر عن طريق خبره تجربه اكثر من 12 سنه جوه امريكا. اشوفكم على خير باذن الله، وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي قبل دي، فولو لايك وسبسكرايب على اليوتيوب. وفي اكتر من 800 فيديو على اليوتيوب ممكن تاخد كل المعرفه عن امريكا ان شاء الله وما يكمن بها. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.